العائله اليوم غادي نحضروا واحد الصلصه من اكثر الصلصات اللي كيتستعملوا في العالم وفي مكونات كثيره. انا اليوم غادي نحضر بها واحد الكميه كثيره ديال لازانيا بالبيستو، صلصه بيشاميل. يعني ما كاين علاش تشريوها، غادي تنقصوا النار وتعملوا البورو اللي هو الزبده الذوب، ومن بعد غادي نضيفوا عليها الفرينه وضروري نغربلوها على هذا الشكل هذا. وفي هذه الحاله النار ضروري خصها تكون قليله جدا حتى نكملوا الفرين. والان غنبداو نحركوه شويه بشويه على هذا الشكل هذا حتى تذوب الزبده كامله والخليط يصبح خليط واحد. الان غادي نضيف عليها شويه ديال الملح زائد الكوزه اللي والان غادي نبداو نضيفوا الحليب شويه بشويه على هذا الشكل، وفي نفس الوقت نحركوه. ومن الاحسن الا كانت عندنا الكميه كثير ديال الحليب ما نضيفوهاش مره واحده، عملوا هذه الطريقه باش تطلع حتى تجي ناجحه وتبقى رطبه. الان غادي نزيدوا شويه النار ونخليوها طيب، وفي نفس الوقت مره نحركوها. المهم بالنسبه للمكونات غنخلي لكم تحت الفيديو، لان عملت انا كميه كبيره تقريبا 30 لتر وقسمته حتى ما يتحرقش. ودابا عندك تحرقوها، وملي نشوفوها بدات كتعقد على هذا الشكل نطفيو النار. وانتم ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق اشنو غادي تحضروا بها حتى نقدر نساعد الناس كثيره طريقه الاستعمال ديالها بالطريقه الصحيحه. نقول لكم السلام عليكم، بالصحه والراحه.